السلام عليكم، ازيكم حبايب قلب سومة؟ يا رب تكونوا بألف خير. والنهارده بقى هنعمل مع بعضنا بقى حتة كوباية الكل بيحبها. طبعا كلنا بنحب الحمص الشام. هقولهولك بكل تكاته وحركاته بتاع العربية بالظبط، وهقولك سر الدقة والشطة اللي بيعملها حاجة كده خطيرة. يلا بسرعة قوم نشوف الطريقة ويلا بينا. وهنسمي بسم الله وهنصلي على الرسول. وهنجيب زي ما انتم شايفين الحمص الشام بتاعنا، بس تقولي للراجل هات الحبايه الصغيره لانه لما بيتنقع بينفش. فانا نقعاه من بالليل، يعني حطيته من بالليل واشتغلت العصر. فيعني سيبيه يتنقع عشان لما يستوي معاكي ما ياخدش وقت كبير. خلاص، اهم حاجه لازم تنقعيه مش اقل من 12 13 ساعه. وبعد كده انا جبت الخلاط بتاعي وحطيت فيه شويه ميه، وجبت 4 حبايات من الطماطم، وهبدأ احطهم واخلطهم عشان انا عايزة عصير طماطم. يعني انت لو عندك عصير خلاص ما تعصريش، انا عايزة كوباية كوباية كبيرة كده هوت من العصير، مش عايزة التفل او القشر بتاع العصير بتاع الطماطم يعني. هنحط بقى كده في الخلاط ونسمي بسم الله كده، ونبدأ نعصر الطماطم عشان عايزة العصير بتاعها بس. لكن واضح كده ان الخلاط مش عاوز يشتغل. مع ان يعني انتوا انتوا لو شفتوها في الفيديو اللي فات انا لسه مصلحاه وجايباه جديد، يعني ده كان جديد بس للاسف ما اشتغلش. المهم ان انا يعني حطيته في حاجة تانية عشان انا محتاجة ان انا لازم يتعصر. وبدأت اعصره وصفيته واخدت المية بس، يبقى انا اخدت دلوقتي كوباية كبيرة من العصير. وهبدأ انزل عليها بقى بمعلقة كبيرة من الثوم، انا فرماه يعني انا دلوقتي لسه ضرباه. خلاص. ويا ريت يكون فريش لان كل ما بيبقى فريش بيبقى طعمه بيبقى احلى من اللي في المتخزن. المتخزن ده ما بيبقاش كويس، ما بيبقاش ليه ريحة ولا طعم بصراحة. ونزلت كمان ببصلايه وسط مقطعاها وليمونة. يبقى انا كده حاطه كوبايه كبيره من الطماطم، وحاطه عليها بصلايه وحاطه توم وحاطه ليمونه وضربتهم في الخلاط. كانت الميه بتاعت الحمص بتاعتي سخنت. بدأت انزل طبعا بالحمص بعد ما كنت شطفته، ونزلت بالخلطة وقلبتهم وغطيتهم وسبتهم على النار كده حوالي نص ساعة اهو. طبعا تكوني حاطه كميه الميه كويسه عشان يعني الحمص محتاج ميه، فما يعني حط ميه كويسين. بعد نص ساعة أنا لقيته هو يا دوبك يعني فاضل له 10 دقايق كمان. في الوقت دوت بقى تبدأي تنزلي بالتوابل. أنا نزلت بمعلقة كبيرة من البابريكا ومعلقة كبيرة من الكمون ومعلقة كبيرة من الملح، بس ما تنزليش أكتر من كده. والسر بقى بتاع الراجل الدجاجة الماجي اللي أنا نزلت بيها دي، تنزلي بواحدة من الدجاج الماجي وتديها تقلبتين وتغطيه وتسيبيه بقى يستوي. بعد كده انا هعمل بقى الدقه. يا دوبك انا جبت طبقين، الطبق الاولاني حطيت فيه ليمونتين كبار، عصير ليمونتين كبار ومعلقه كبيره من الكمون. والطبق التاني انا نزلت بمعلقه ونص من الشطه ومعلقه ونص من البابريكا، بس مش اكتر من كده. بس عند الكمون انا هحط معلقه خل. يبقى ديت معلقه خل ومعلقتين ليمون ومعلقه كمون. والطبق التاني معلقة ونص من الشطة ومعلقة ونص من البابريكا. وتبدأي تزودي من مية الحمص. أنا كده الحمص بتاعنا ما شاء الله ما شاء الله استوى وبقى عظمة. وهبدأ بردك أحط، هي دي سر المحلات وسر الراجل بتاع العربية، إن هو بيحط مية الحمص على الكمون ويعمل الدقة، وبيحط بردك على الشطة عشان يعمل الشط. عشان كده تحس إن طعمها حلو وجميل لأن هي واخدة من مية الحمص. ووحدة الدجاج اللي احنا حطيناها دي هي دي السر بردك اللي بيخلي طعم الحمص بتاعنا جميل جدا. ونبدأ بقى ناخد الكوباية بتاعتنا كده ونسمي بسم الله. ونبدأ بقى ننزل شوية كده من الدقة وشوية من الشطة. كوباية جربوها واعملوها حاجة كده عظمة. وبعد كده نبدأ بقى نصب من الحمص بتاعنا. يا رب الحمص بتاع النهاردة يعجبكم. ان عجبكم بقى الحمص بتاع النهارده، اتمنى ما تنسوش بالشير والاشتراك واللايك والكومنتات الحلوه بتاعتكم يا حبايب قلب سومه. ايه رايكم بقى في الكوبايه دي؟ تشربوها بقى وتستغطوا تحت اللحاف. يا سيدي يا سيدي، حاجه بقى كده عظمه، وحطينا لها ليمون كمان، حاجه كده زي المحلات.